ورجعنا تاني ومكملين عيشها كورة مع محمد إبراهيم على راديو عيش حياتك. ومعانا مداخلة هاتفية من المخرج الرياضي الأول في مصر، المخرج دائم الإبداع الكابتن محمد نصر. كابتن محمد نصر مشرفنا. أهلا بيك وشرفنا نكون معاكم في الرياضة على راديو عيش حياتك. جميل جدا. ربنا يخليك كابتن محمد. كابتن محمد، نقل مباراتك أو نقل مباراتين للنادي الأهلي مع المقاولون ومع المغرب التطواني كان ليه دور كبير جدا جدا. مش عايز اقول في احراج النادي الاهلي او في احراج اداره النادي الاهلي، ليه كان موقفها الثابت على ان جريده يكمل نهايه الموسم، فانت كان ليك دور. احكي لنا دورك، انت حبيت تظهر دوت وغضب الناس، وحتى انت كنت مركز على دكه البدلاء ومع الكابتن عماد متعب بوجه خاص، فاحكي لنا كان ايه دورك وازاي انت احرجت اداره النادي الاهلي مع جريده. والله يعني عايز اقول لك هي الاخراج يا اما يبقى فن يا اما يبقى شيء تقليدي، وانا اختار ان هو يبقى فن ودراما. تمام. زي ما انا بعمل دايما كده، هي ربنا بيدي الواحد موهبه، فهو يستغلها صح يستغلها خطا، والحمد لله اعتقد ان ربنا يعني موفقني يعني في كتير من الماتشات اللي انا بعملها. لكن الماتشين دول بالذات انا شايل غضب جماهيري عارف. هتقول لي انت اهلاوي، اقول لك اهلاوي موجود في النادي الاهلي بعشقه، لكن في الشغل بتاعي لازم اكون حيادي. يعني لو ده نادي الزمالك او نادي الاتحاد او نادي المصري، في الموقف ده انا صحيح ممكن ما يبقاش الغضب الجماهيري عارم، لكن مثلا مع نادي الزمالك ممكن انا اعملها. انا لو بتشوفه في ايدي مش هرحمه، لكن جريده بالذات في غضب جماهيري عارم. هو الراجل نفس اخطائه بيكررها. تمام. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، يعني انت بتلعب بتشكيلات مختلفه في كل الماتشات. زهقنا معلش، يعني خلينا اتكلم بلسان. لا براحتك. انا رحت لك كمخرج محايد. مظبوط. انت جيت لي سوري، يعني جيت لي بقى اهلا في حبي بقى، تعالى اتفضل يا باشا ورينا بقى الشغل بتاعك. واقف بره يتنطط، بيعمل اضافات، بيعمل حاجات اللي هي ايه نظام جوزيه مورينيو، بس ايه على بلدي. تمام. ده حاجه وده حاجه. طب يعني سوري، يعني اللعيب اللي قاعد بره تقله ذهب، ده انت مخليه مربي دقنه وحلف سوري بلد وقاعد بره. وثلاث ارباع اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي حالا كانت قاعده فوق في المدرجات منهم جدا. مظبوط. هو كان بيلعب من غير مهاجمين خالص يا كابتن، واحنا محتاجين نفوز. احلى حاجه عملها في حياته بيلعب من غير مهاجمين، هو بيلعب مع الفريق الثاني. كان ممتعك، تحس ان انت نازل الملعب. بص، ده اللي غير نظريه الكوره في العالم، خلاها حارس مرمى ودفاع وسط، مش حاجه اسمها جول. مش طبعا احنا نلعب صانع العاب، المهاجم بقى نبقى الفرقه الثانيه يجي معانا يخش معانا يلعب يجيب جول فينا فيه. لكن انا الحمد لله عرفت اصطاد جريته، لان انا خلاص بقى شايل منه، لانه اولا كسب السوبر بتاع الزمالك بالاونطه بتاع كره كوفي، كسب السوبر الكونفدراليه بالاونطه بدون عماد متعب في اخر ثانيه بالدعاء بتاع الجماهير. انا كنت المخرج الماتش ده، يعني كان هيموت ناس كتير منهم العبد لله يعني ماشي اخر ثانيه. وبقيه الماتشات يعني انت شايف السداسيه بتاعت الاسيوطي دي، الماتش ما اتذاعش، ما حدش شاف حاجه. لكن في النهايه انا مش هقول ليه مركز جدا على انه يزهق اللعيب اللي جنبه، يزهقه. انت ما تاخدش بالك انت كمشاهد، انا خد بالي كمخرج. تمام. انا شايفه خليه يسخن، اجيبه يسخن، يروح جاي مقعده، يروح مرجعه تاني. عملها مع عماد متعب في المباراه وانا بقى جبت عماد بقى في الحته دي وركزت معاه، ركزت مع جده في المدرجات، ركزت مع اللعيبه المؤثره مع النادي الاهلي في المدرجات، ركزت معاه هو في ماتش المقاولين. الاهلي غلط ماشي اوكي، كلموني مجلس اداره النادي الاهلي ناس ومحترمين، خير انت كده ضدنا، انت كده مش هينفع، انت كده جاي علينا، انت كده بتخلي الناس يعني تزعلنا تزعل مننا بشكل غير طبيعي. ماشي. وقابلني الكابتن علي عبد الصادق، وقابلني الكابتن وائل جمعه في الماتش بتاع التطواني بقى، قالوا لي معلش اللي حصل ماتش نخف شويه ومش عارف ايه، احسن الدنيا مش قوي يعني. كان قبل المباراه. قلت له ماشي يا كابتن. بس انا طبعا تاخدني الجلاله اول ما بنزل بخش الشغل على طول، فجاه لقيته برضه نفس الابتسامات في نفس السكه. كلمت عماد قبل قبل الماتش، اخبارك يا عمده النهارده مش تنزل اساسي؟ قال لي عارف الدكه اللي انا كنت قاعد فيها ماتش؟ قلت له قال لي هبقى قاعد فيها برضه. قلت له ماشي اوكي، مع بعض بقى نعيش حياتنا على الدكه. فاشتغلت مع الراجل، بس خدت شويه لقطات بقى ان مين اللي بيديله التوجيهات. عماد متعب كان بتاع الاحمال. بتاع الاحمال. جده
جاهز بس قاعد فوق. يا كابتن يمكن كان مخاصمه يا كابتن، مش هو كان زعلان من عماد متعب؟ مخاصمه متعب جريده كان مخاصم عماد متعب. مش هو مخاصم عماد متعب اللي مش طايق يعني. هو مش طايق يعني الراجل جاب لك 9 اجوان وراجل راجع من اصابه فظيعه وبيلعب وكسبك ماتش انت ما تحلمش فيه، وجاب لك جول في نهائي السوبر في اخر ثانيه حيا السوبر مع انه ضاع في ضربات الجزاء اللي هو السوبر الافريقي. تمام. مش الكونفدراليه نفسها. ومع ذلك في كده انا عن نفسي انا شغال بقى المدرجات وجايب طبعا رئيس النادي الاهلي لازم اقفل الشاشه ولازم اقول له ده مسؤوليتك يا باشا. وكريم بامبو لسه مقعد الراجل المفروض تطلعه راجل كويس. رمضان صبحي اللي جاب جول النهارده انت مقعده جنبك برضه واداء رائع لصبري رحيل في المباريات الثلاث مباريات الاخيره. وكان صبري رحيل اتقطعت عليه انه بيغير في التغيير العبثي. يطلع باسم علي مصاب، ينزل يطلع حسين السيد مصاب اللي هو الباك الشمال، ينزل محمد هاني الكراكي، نزل محمد هاني لعبوا باك رايت ولعب باسم علي ناحيه الشمال، مع ان كان باسم علي في اداؤه رائع لما راح ناحيه الشمال مات. بالظبط. يعني الراجل بيلعب 2 باك يمين، شفتها قبل كده؟ لا ومباراه التطواني لاعب باك شمال ساب الناس كلها ولعب وليد سليمان باك شمال. جميل ده حاجه تحفه. انا قطعت على مين بره؟ صبري رحيل. ما انا مخرج لازم اكون فاهم. تمام. انا بقول لحضرتك انت يعني احرجت اداره النادي الاهلي، فانا كنت هقول لك عندي سؤال اقول لك هم يعني انتقدوك او كلموك، لكن انت حضرتك كنت واضح اكتر وقلت ان هم انتقدوك. طب بعد كده ما برضو فضلوا زعلانين ولا لما شافوا ان الناس ان كان يعني كان عندك قالوا لي انت السبب رئيسي في انك انت عملت عمليه الضغط ده جه علينا، بس الضغط المباشر اللي انت عملته من خلال اللقطات دي ربنا وفقنا فيها هي اللي خلت جريده يمشي. وكده انا قدمت خدمه جميله جدا للنادي الاهلي والجماهير ان الراجل ده مشي. وفتحي مبروك او الراجل بص فوق الفرقه بيكسب. مش عايز اقول لك الداخليه كسبانه الاهلي رايح جاي اهو كسب ماشي بالظبط. الداخليه بتلعب بطريقه كره اليد بتلعب 6 ورا زي فهم بيلعبوا النهارده كده. طبعا انا بصراحه ما يعني شوف مستوى اداء النادي الاهلي عامل ازاي، شيء رائع شيء جميل. بيلعب يعني الزمالك فريق المحترم عامل شغل روعه السنه دي، بس جه في اخر 5 ماتشات بطريقه ايه؟ اكسبها ولو حتى العرض من الست. فبيماشي كده بيقلد البرازيل. قالت لك انا بلعب كوره كويسه جدا وفي الاخر بخسر بطولات. لا انا العب وحش واكسب بطولات. النادي الاهلي بيعمل عرض ونتائج، الواحد نفسه فيه يعني بيعمل عرض ونتائج رغم ان هو بعيد لكن بيخليك مبسوط. طب انت شايف انه مزاجك مبسوط ومش مهم البطوله بيبقى مزاجك. طب انت شايف انه هيفضل بعيد ولا في امل كراجل اهلاوي يعني؟ لا كراجل محايد مش محايد راجل اهلاوي كمشجع ماليش دعوه بالاهلي. طيب لا كمشجع انا بكلمك كراجل كمشجع يبقى النادي الاهلي مش بعيد. النادي الاهلي مش بعيد طول ما في حاجه اسمها امل. اليأس او المستحيل زي ما هو مش ممكن يكون الماني برضه مش ممكن يكون اهلاوي. انت بتقول لي كمشجع اهلاوي بس انا اعرف انك في الاساس اسكندراني، يعني اكيد بتشجع الاتحاد ولا ايه؟ طبعا انا اتولدت اسكندراني طب ماتش الاهلي والاتحاد بتشجع مين بقى؟ ما بروحش. انا عندي ماتش المفروض في ماتش الاهلي والاتحاد جاي ما اقدرش اروحه. يعني انت بتلاقيني هتعمل ايه؟ لازم تمسك نفسك كويس. انت متربي في اسكندريه ومتربي في جورديان وطالع اتحاداوي وطالع على قالوا لك انت لما وعيت شويه قال لك ده الاتحاد كسب الاهلي مرتين في الكاس خلي بالك انت مش واخد بالك مش عارف تعمل طالع بتحب الخطيب ومش عارف وانت اتحاداوي تفاوض لغايه الخطيب لما قعدت اتفرج عليه على شغله بقى. انت لعبت في نادي الاتحاد يا كابتن محمد صح؟ ايه؟ لعبت زمان في نادي الاتحاد السكندري. طبعا لعبت في نادي الاتحاد ساعات شويه قليله بس لبست الشيرت الاخضر. طالما لبست الشيرت الاخضر ده طالما لبسته كده خلاص انا كده ابقى موجود في الاتحاد لان احنا بنلعبه في نادي زي نادي الاتحاد يبقى لازم الواحد يكون وهو كبير برضه ميال ان هو يكون جنب الاتحاد في اي وقت في اي مكان. صحيح اهلاوي بس موجود في نادي الاتحاد بصراحه. تمام. طب وكابتن محمد بالنسبه طبعا انت زي ما حضرتك تكرمت وقلت ان في تقدم في اداء النادي الاهلي مع فتحي مبروك. النادي الاهلي عنده مباراه جايه مع النادي الافريقي التونسي، ولو عدى النادي الافريقي التونسي هيقابل مجموعه من الفرق القويه جدا في بطوله الكونفدراليه اللي اصبحت بطوله اقوى بكتير من دوري الابطال. انت ايه رايك في الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي مباراه الافريقي ولو عدى مباراه الافريقي؟ اولا ان شاء الله باذن الله الزمالك هيعدي سانجا والنادي الاهلي باذن الله هيعدي الافريقي
عزيز علينا جدا لانه من تونس. تمام. شعب تونس كله احنا بنحبه، وانا شخصيا بحب شعب تونس جدا لانهم شعب جميل. انت لما تقرب منه تحس ان هم جمال كده زي المغاربه كده، روعه يعني. تمام. فانا اعتقد ان ماتش الافريقي التونسي هتسالني انا ممكن اقول لك حاجه يا اخي، انا عندي ساعات بتصلي صلاه الاستخاره عشان تعرف ربنا يديك الايحاء والراحه النفسيه لشيء معين انت ملتبس عندك مرتبط فيه. تمام. النادي الاهلي دلوقتي عامل راحه نفسيه للمشجعين جدا. تمام. ده لو خسر من افريقيا التونسي بالمستوى ده ولا هيفرق مع جماهير، بالظبط. ولو خسر الدوري بالمستوى ده ولا هيفرق مع جماهير الاهلي. لكن عنده فرقه واثق فيها انها تقدم. مش زي فتحي مبروك ان عنده 11 نقطه وعين، مش ذنبه اللي رموه في الكونفدراليه، مش ذنبه. لكن انا اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي هيعدي افريقيا التونسي الشقيق وهيوصل دوري المجموعات. ولو وصل النادي الاهلي دوري المجموعات خدها مني دلوقتي كلمه وسجلها. هسجلها حالا. النادي الاهلي بطل كاس الكونفدراليه للمره الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. طب قبل ما انهي كابتن محمد، انا اعلم مدى صداقتك القويه على المستوى الشخصي مع الكابتن محمد ابو تريكه. عندك اي حاجه تقدر تقولها عن الموضوع ده ولا ما تحبش تتكلم فيه؟ لا انا احب اتكلم، انا احبك، انا جريء جدا وما عنديش اي مشكله في اي حاجه. محمد ابو تريكه هتقول لي اصله اخواني، اصله عنده توظيف اموال، اصله مش عارف ايه، ما ينفعش تقول محمد ابو تريكه ارهابي. ارهابي مين الارهابي ده اللي نزلك في 2006 و2008 ماشي سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر؟ الشوارع مليان، مش في مليونيات قاعدين في كوره فرحان، يخرجك من الزهق ومن الزعل ومن الحزن. هو اللي خراك تجي مع مجموعه لعيبه مع مدير فني. لا عايز يهاجمني. انا بحب محمد وهفضل بحبه طول عمري ماشي. ده صديق واخ، وانا قربت من الراجل ده. الراجل ده على المستوى الشخصي شخص رائع وشخص محترم وشخص طيب جدا ولاعيب كوره ليس له مثيل. انا اتعامل معاه بقى بصفته سوري يعني. هو انا لما يبقى ليا واحد صديق انا مسلم وهو مسيحي اروح اقاطعه عشان هو مسيحي؟ لا، هو راجل كويس وجميل، لا يبقى صديقي. محمد ابو تريكه يبقى زي ما يكون، يطلع زي ما يكون. لكن هو محمد حد تسبب له في ان هو يخش في حاجه معينه تدينه، اكيد انا شخصيا هحبه وافضل جنبه وهأذره. لكن هقول له انت غلطان، ما ينفعش انت تكون في الحته دي، وما ينفعش حد يزقك في الحته دي، ولازم تبقى انت واعي الحته دي عشان انت راجل شخصيه يعني. لا يجوز تماما ان انت تسلك اي مسلك معين يؤثر على صوتك قدام الراي العام، خصوصا الاهلاويه والزملكاويه وانت كل اللي بيحبوك، لان انت راجل شخصيه عامه محترمه. ما لو غلطان انا شخصيا هو حبيبي صديقي، مع بعض على الواتس مع بعض بقابله في فتحي وماشي وبنقعد مع بعض. لكن في النهايه محمد ابو تريكه بني ادم ممكن يغلط، لكن لا هو ارهابي ما ينفعش كده عشان غلط خالص. وعيب ان احنا نمشي مع النغمه الرايقه ماشي. غلطان يتحاسب مظبوط يتعاقب، لكن هو مش ارهابي وهو مش بني ادم وحش، هو بني ادم كويس وانا بحبه طول عمري، لان انا ارتبطت بيه نفسيا وانسانيا وكل حاجه. صديق، راجل صديقي بس مش اكتر من كده. شكرا كابتن محمد، كلامك دي شهاده طبعا كل الناس تعرفها. انت شرفتنا في برنامجنا النهارده يعيشها كوره على راديو عيش حياتك، وان شاء الله باذن الله يبقى نظبط مع بعض كده مره وضيفنا باذن الله وتنورنا في الاستوديو. ان شاء الله باذن الله، شرفتني. شكرا كابتن محمد، المخرج المبدع دايما والمخرج رقم 1